السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، الأخبار عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله تعالى هنراجع الوحدة الأولى مادة الرياضيات. الوحدة الأولى الوحدة الأولى بس مش هراجعها كلها طبعا، هكسبها معاكم على فيديوهين. يلا بينا كده. اللهم صل على سيدنا محمد. أول درس التناسب. بيقول لي إذا كان ك على 10 بتساوي 2 على 5. واحد يقول لي يا مس هو 5 ضربها في كام عشان تبقى 10؟ أنا همشيها طريقة واحدة علشان ما نغلطش. إيه الطريقة دي؟ تعالى كده هنا أهو في المسودة بتاعتنا 2 على 5 بتساوي ك على 10. بعمل ايه؟ مقص. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 2 في 10 ب 20 و5 ك. هنقول 5 في ك ب 5 ك بتساوي 2 في 10 ب 20. نقسمها على 5. هنا نقسمها على 5. على 5 فيها الأربعة. وهنا كده مع الخمسة راح مع 5 بكام بكام؟ ب4. دي طريقة لازم نبقى ثابتة عليها علشان يعني مثلا واحد شاطر يقول لي اضرب يا مس 5 في 2 ب 10 ب 2 في 2 ب4. انا مش عايزه الطريقه دي، انا اقول لك الطريقه دي سهله جدا بس ممكن تجيب بعدين ارقام كبيره او ارقام ما تعرفش تضربها بسهوله. يبقى ايه الافضل؟ حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. اذا كان بيقول لي اكس على 4 بتساوي 3 على 2 فان اكس ما ينفعش برضه اخبار كده خلاص غير لما يكون ايه حلها في المسوده بتاعتنا. يلا كده سنه اولى اكس على 4 اهو مش صعبه على فكره. تساوي ايه؟ تساوي هنا الرياضه ايه؟ فن 3 على 2. 3 على 2 بعمل ايه؟ مقص. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 2 في اكس ب 2 اكس. 3 في 4 ب 12. اللي شايف في اكس مقسوم عليه راحت مع دي. اكس تساوي 12 على 2 فيها 6. بس كده تمام. النسبة 2 على 5 تكافئ النسبة. طب في دي ما اقدرش احلها غير لما ابص على الاختيارات. أول حاجة 5 على 8. هل الاثنين ينفع يضربوا 5؟ ما فيش رقم اضربه في الاثنين يديني 5، يبقى دي مش معايا من غير ما اكمل. الله 14. هل الاثنين ينفع تبقى 14؟ ايوه لو ضربت في 7. بس لحظه، لو ضرب فوق الاثنين في 7 ادتنا 14 يبقى الشرط لازم تحت اضرب برضه في كام؟ في 7. تعالى كده شوف 2 في 7 ب 14. 5 في 7 35. يبقى الرقم ده من غير ما اكمل اضرب فوق وبسط مقام في 7 يبقى النتيجه بتكافئ النسبه. اذا كانت الكميات 2 واكس و8 و16 كميات متناسبه. يعني ايه كميات متناسبه؟ يعني انا بقول 2 على اكس بتساوي 8 على 16. تعرف تجيبيها او اعرف اجيبها باذن الله؟ هقول له 2 على اكس تساوي 8 على 16. زي ما اتفقنا سنه اولى حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. المقص بتاعي 8 في اكس ب 8 اكس. 2 في 16 ب 32. بالقسم على كام؟ على 8. 8 بتحط 3 اكس. 32 على 8 فيها 4. يعني هذا 4 النهارده. طيب هنا بيقول لي اذا كان اكس ناقص 1 على 12 بتساوي 5 على 4 فعاوز اكس. عاوز اكس من غير اكس ناقص 1. طب نعرف نجيب برضه بنفس الطريقه. اهي المسائل اللي انا كنت بتكلم عليها ان انا ممكن هنا اقول له 4 في 3 ب 12. يبقى اضرب 5 في 3 برضه ب 15. يبقى اكس كلها ب 15 بس دي اكس ناقص 1. هي المسألة دي بنتكلم عليها. هنعمل ايه يا مس؟ هنا برضه حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. لكن هنا في ملحوظة مهمة لازم اركز عليها. هنا 4 مش هتضرب في اكس، دي هتضرب في قوس. يعني هو مفيش قوس، ماشي مفيش قوس، بس هتضرب في اكس ناقص 1 فمفيش حاجة غير ان انا اعملها في ايه؟ في قوس علشان افتكر يا سنة أولى إعدادي ان طالما ضربها لي في قوس يبقى بضرب الأربعة فين؟ في الاكس وبضربها في الواحد. 5 في 12 ب 60. 4 في اكس ب 4 اكس ناقص 4 في 1 ب 4 بتساوي كام؟ 60. بيجي تشكل معادله 4 اكس تنزل زي ما هي بعدين يساوي 60 سالب يروح موجب والموجب سالب والعلى في والفي على سالب بتروح بايه؟ موجب 4. بقت 4 اكس تساوي 64 بالقسمه على كام؟ على 4. راحت مع دي ضد 16 يا جماعه. اكس بقت ب 16. راح اقول له اكس ب 16 اهي المسافه 64 على 4 تديني 16. مش هنا معلش هنا 16 اكيد تحت اهي. بعدين بيقول لي اذا كان 3 على 7 بتساوي 12 على 7. 12 على بي فان 3 في اكس دي سهله جدا. 3 في بي جابها جاهزه حاصل ضرب الطرفين. 3 في بي بتساوي كم
كامل حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 7 في 12 ادي السبعة اهو ومضروبة اهو في 12. شكرا مفيش حاجة تانية. طب ده رقم 6. رقم 7 إذا كان 24 على 28 بتساوي 3A على 7. هعملها ايه؟ زي ما انا اهو 3A على 7 بتساوي 24 على 28. واحد شاطر يقول لي يا مس ضربنا السبعة في 4 ادتني 28 ولو ضربت 3A في 4 تدينا 24. لا طبعا. يبقى ايه العمل؟ نعمل ايه؟ حاصل ضرب الطرفين حاصل ضرب الوسطين. حاولوا قد ما تقدروا تثبتوا على الطريقة دي بحيث ما تشتتش يا جماعة. أنا خلينا عن طريقة واحدة أفضل. راح أقول له 3A في 28 تساوي 7 في 24. 3 في 8 ب 24. 4 معاه ب 2. 3 في 2 ب 6. معايا 2 8. ودي إيه زي ما هي 7 في 4 28. 8 معايا 2. 7 في 2 ب 14. 14 اللهم صل على سيدنا محمد. 7 في 4 28. 8 معايا 2. 7 في 2 ب 14. 14 ومعايا 2 16. جيبها تاني 3 في 4 8. هنا هنزل ايه بس انا عايزه 3 في 8 ب 24. 4 معايا 2. 3 في 2 ب 6 ومعايا 2 8. القسم على كام؟ على 84. هتديني ايه بتساوي دي راح نعديه يا جماعه 80 80 60 ومعايا كده 4 يبقى فيها الاثنين. 160 على 80 تديني 2 ومعايا 8 برضه على 4 فيها 2. يبقى هي دي ايه بتساوي كام؟ 2. هو بيقول لي عاوز 5. ايه حلو كويس اهو. انا لسه ليه قلنا الرياضه فن اقول له 5 في 2 جبتها 2 هون. انا جبت ايه من شويه ب 2. 5 في 2 بكام؟ ب 10. إذا كان 14 على إكس بتساوي 7 أجزاء من 10 فإن إكس بتساوي بتحل برضه هقول له 14 على إكس تساوي 7 من 10. خليتها 7 على 10. أيوه خليتها 7 على 10 علشان لازم يبقوا إيه بسط مقام قصاد بسط مقام فاعل فعل. راح أعمل إيه منهم؟ هعمل مقص 7 في إكس ننزلها زي ما أنا 7 إكس تساوي 14 في 10 140. القسمة على مين؟ على 7. 7 رقمنا على 7 140 على 7 فيها 20. يبقى اكس بكام؟ اكس ب 20. خلصنا؟ لا ما خلصناش. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا أنا عندي مثلث يا جماعة وليكن اكس هو مسميه اكس وعندي مثلث ثاني هو مسميه واي. فالمثلث الأولاني بيقول لك ب 2 سم وفي حاجة يا جماعة هنا عملوا لي علامات التساوي. يعني أول حاجة إن المثلث ده ماله؟ المثلث ده بتساوي أضلاع كل أضلاعه قد بعض. وفي مثلث ثاني اسمه واي برضه كله متساوي بس هو الضلع بكام؟ ب 3 سم. أول سؤال بيقول لي هات محيط مثلث. أنا مش لسه اللهم صل على سيدنا محمد في الفيديو اللي عدى قلت لك محيط أي شكل سنة أولى إعدادي محيط أي شكل مركزين دي هندسة معانا فين؟ في الجبر. محيط أي شكل اللهم صل على سيدنا محمد مجموع أطوال أضلاعه أي شكل أي مضلع عندي مجموع أطوال أضلاعه. هنا المثلث ده وليكن اكس اجمعي هو كم ضلع؟ 3. يابا طبعا مش عارف ضربها هو قال لك متساوي يبقى الواحد ب2. لا كله ب2. كل واحد في كل ضلع فيه ب2. 2 ب2 و2 6. نقول له مجموع طلع بكام؟ ب6. محيط مثلث. محيط مثلث واي واحد شاطر يقول لي خلاص انا عرفت ان هو ده الضلع الواحد ب3 وهو متساوي يبقى 3 زائد 3 زائد 3 ب 9 سم. يقول لك شكرا. النسبه بين طول ضلع المثلث اكس ومحيطه. عايز اركز على حاجه مهمه انا قبل ما اتكلم. طول ضلع المثلث اكس مش ده اكس. يقول لي النسبه بين طول ضلع المثلث اكس اللي احنا شغالين في المثلث ده ومحيطه. لحظه بس عشان اركز هو ايه اللي قالوا لي الاول؟ قال لي بين طول ضلع المثلث او ضلع المثلث ضلعه بكام؟ ب2. احنا يا جماعه بنكتب انجليزي بدنا نكتب من الشمال 2 الى كام؟ محيطه بكام؟ ب6. كده انا كتبت صح؟ لا انا كتبت غلط سنه 6 سنه اولى اعدادي. بص كده هو 2 على 6. احنا دايما لازم ندور على ابسط حل. على 2 فيها الواحد 6 على 2 فيها 3 يبقى 1 الى 3. النسبه بين محيط المثلث واي ادي واي وطول ضلع. طب لحظه هو قال لي الاول محيط المثلث يقول لي انا جبت محيط المثلث ب9 اكتب من الناحيه دي من الشمال ب9. طول ضلعه ب3 اكتبه ب3. كده انا
9 على 3 فيها كام؟ أنا معايا 9 جنيه أقسمها على 3 الواحد ياخد 3. طب مين مقام 3؟ 1. وأكيد طبعا مش بيت كده، يعني تقولي إيه؟ هقول 3 إلى الواحد. لازم قد ما نقدر نجيبها في أبسط صورة. طب إحنا كده خلصنا؟ لا ما خلصناش. أول حاجة ده اللهم صل على سيدنا محمد ده درس التناسب، مكملين مع بعض في الدرس الثاني. يلا بينا كده مكملين. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا اتفقنا اولى اعداد النهارده هنراجع الوحده الاولى الدرس الاول، تمام؟ والدرس الثاني هو ان شاء الله تعالى خلصنا الدرس الاول اللي هو بتاع التناسب واساسه حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. طب يا مس احنا عايزين الدرس الثاني. اول حاجه الدرس الثاني فيه كم جزء؟ فيه 3 اجزاء. انا جايبه لك بالثلاث اجزاء. هنا بيقول لي اذا كان الطول في الرسم والطول في الحقيقه. الطول في الرسم 6 سم، معلش الطول في الرسم 3 سم والطول في الحقيقة 18 سم، 18 متر. إنما مقياس الرسم جوه. عارف المسودة بتاعتنا؟ هروح أقول له يمس هو أكمل أو اختار المعنى صح طبعا، ومسألة في أكمل أو اختار مش هنعرف نحلها غير لو إيه اللهم صل على سيدنا محمد لو حليناها بالورقة والقلم. قادر والله أحط اختيارات. أنا عارفة أي طالب في المدرسة بيعمل هذه بعد. لا حاول تمسك ورقة وقلم قبل ما تحل الاختيارات. ورقة وقلم حلها كأنها مسألة. هي أساسا لازم تحل مسألة سؤال كامل. الطول أو مقياس الرسم. ارجع لقانوننا كده. مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول فين؟ في الحقيقة. يا شاطر الطول في الرسم بكام؟ 3. ده في الحقيقة 18. دي ب 3 سم، التانية ب 18 متر، يعني هضربها في كام؟ هي السنتي فيها كام متر؟ أو المتر سوري الكبير في كام سنتي في مين؟ نضربها في مين؟ راح أقول له 3 على 1800. 3 على 3 فيها الواحد. طب نزل الصفرين زي ما هو. 18 على 3 فيها 6، تديني 1 إلى 600. طيب إذا خفض سعر سلعة من 1000 جنيه إلى 900 جنيه فإن نسبة التخفيض. لا بص عاد ركز معايا. هي في سعر ليها كان قبل التخفيض، أركز في الحتة دي. أنا معي سلعة بتاعتي أي كان بيجامة مثلا سيارة ثلاجة أي حاجة، أنا سلعتها في سعر لها بعد التخفيض وفي سعر لها قبل التخفيض وفي نسبة التخفيض. الثلاث خطوات دي مهمة لازم أكتبهم. يبقى انخفض سعر السلعة من 1000 جنيه إلى 900 جنيه. يبقى طالما انخفض راح أقول له سعر السلعة قبل التخفيض إلى نسبة التخفيض. طبعا أنا عشان المكان عندي ضيق فكتبها بالشكل ده، ممكن تكتبها كاملة لو في كراسة. إلى سعر السلعة بعد التخفيض. دايما في الأول ما بكتبش غير نسب. يعني إيه نسب؟ هي نسبة التخفيض كانت بكام؟ طب ما قاليش. طب تمام. طب هي سعرها قبل التخفيض كانت 100%. يعني مثلا في جاكيت ب 100 جنيه هتشتريه ب 100 قبل التخفيض. طب بعد التخفيض هتبقى ناقص. دي اللي ما قدريش نوصل لها. طب انخفض سعر السلعة من 1000 جنيه إلى 900 جنيه. طب هو كان سعره كام؟ 1000 جنيه. سعره بعد التخفيض بقي بكام؟ ب 1000 جنيه، ب 900 جنيه. هو عاوز نسبة التخفيض، ونسبة التخفيض أهو. أنا عشان أجيب نسبة التخفيض لازم أعرف دي الأول بكام؟ هي كانت ب 1000 بقت 900، ننقص كام؟ ننقص 100. يعني أنا لو ما كنتش أعرف الدرس الأول ما كنتش هحل الدرس الثاني، ما كناش هنحل الدرس الثاني. أول نقطة عندي يبقى نسبة التخفيض. نسبة التخفيض بتساوي 100 في 100% على 1000. 100 في 100 على كام؟ على 1000. بصوا 1000 فيها 3 أصفار راحوا مع 3 أصفار فوق، فضلوا كام؟ فضلوا 10. يبقى نسبة التخفيض كام؟ 10%. إذا زاد سعر سلعة من 70 جنيه أو 700 جنيه إلى 840 جنيه فإن نسبة الزيادة بتساوي كام؟ أنا عاوز أركز معاك في حاجة. إذا زاد سعر السلعة من 700 جنيه إلى 840 جنيه، زاد سعر السلعة. ركز كده، اللهم صل على سيدنا محمد. قبل أي حاجة زاد سعر السلعة من 700 جنيه إلى 840
يجيني في سلعة قبل الزيادة، في سلعة بعد الزيادة، زي ما قال التخفيض سنقول ده سلعة قبل الزيادة، سلعة بعد الزيادة، نسبة الزيادة. سعر السلعة قبل الزيادة، وهنا سعر السلعة بعد الزيادة، وهنا في النص نسبة الزيادة. سعر السلعة قبل الزيادة كان بكام؟ كان ب700. لا هنا نسب يا نسبة، الله ينور، هنا 100%. ما ادانيش النسب بتاعتي. قبله كان بكام؟ 700. بعد الزيادة بيجي بكام؟ بيجي ب 840. طب زادت كام؟ زادت 140. عرفتها ازاي؟ 840 ناقص 700 ادت 140. هو عاوز نسبة الزيادة، هو اللي عاوزها يا جماعة. برضه بعمل ايه؟ مقص، هقول له نسبة الزيادة بتساوي 100 في 140 على 700. جماعة الصفر ده راح مع صفر، الصفر ده راح مع صفر ده. بدل كام صفر عندي؟ فضل صفر واحد. واحد في 14 ب 14. 14 على 7 فيها الاثنين. يبقى نسبة الزيادة كام؟ 20%. نسبة الزيادة كام؟ 20%. عددان مجموعهما 105، والنسبة ما بينهم 2 إلى 3 فإن أصغرهما. طب أول حاجة برضه كان لها نفس الشكل، عددان مجموعهما 105. أنا عندي عدد أكبر وعدد أصغر وعندي المجموع. عدد أكبر وعدد أصغر وعندي المجموع. تعالوا نشوف العدد الأكبر إلى العدد الأصغر إلى المجموع. هو الكبير بكام؟ ب3 والصغير ب2 ومجموعهم ب5. جبتيها زي 5. دي نسب يا جماعة، يعني داخلين ب5 أصفر مع بعض كأنها شكل. طب مجموعهم بكام؟ 105. ما ينفعش اكتب 105 فوق لأني فوق تحت النسب. هو عاوز مين؟ أصغرهم. الصغير جبتك مرتاحة، الصغير اللي هو عاوزه. هعمل ما بينهم ايه؟ مقص. هقول له العدد الأصغر يساوي، يلا كده اهو 2 اضربها في كام؟ في 105 على كام؟ على 5. 2 في 100 ب 200، 2 في 5 ب 10، هتديني 210 على 5. 210 على 5. بس مش عارفين، خليها دي 20. 20 على 5 فيها 4. هنا بقت كام؟ بقت 10. 10 على 5 بقت 42. يبقى أصغرهم هياخد كام؟ 42. واحد يقول لي طب أنا عايز الكبير. 105 ناقص 42 هيديك قيمة أكبرهم. اشترى على مجموعة ألوان عليها تخفيض بنسبة. في لها سعر قبل التخفيض، في لها سعر بعد التخفيض، في نسبة تخفيض. طب لا، لو أنا هبيع في سعر قبل البيع، في سعر بعد البيع، في نسبة المكسب. إلا لو خسرت في نسبة الخسارة. يبقى ركز الحتة دي. هو اشترى في سعر الشراء، في سعر ايه؟ يعني كده اشترى على مجموعة ألوان عليها تخفيض بنسبة 20%، وكان السعر بعد التخفيض 160، فإن السعر قبل التخفيض يبقى برضه سعر قبل التخفيض، سعر بعد التخفيض، نسبة التخفيض. يبقى كده مكملين. اللهم صل على سيدنا محمد. نسبة التخفيض، ليه نسبة التخفيض؟ هو قال لي عليها تخفيض. عارفين لو عليها مكسب أو عليها زيادة أقول له نسبة الزيادة، لا عليها مكسب نسبة المكسب، عليها ضرائب نسبة الضرائب بتزود يا جماعة مش بننقص، ولو مكسب بنزود. طب لو تخفيض لا بننقص وتشغل الوقتي. بيقولوا سعر التخفيض إلى نسبة التخفيض إلى السعر بعد التخفيض، إلى السعر بعد التخفيض. سعر قبل التخفيض كان 100% وزي الفل كده اهو، راح خفض بنسبة كام؟ 20%. شكرا ده جايب لي النسب يا جماعة. طب أنا كان 100% هشيل لك منه 20، فضلت معاكي كام؟ فضلت 80 بعد التخفيض. تمام حلوين كده. وكان السعر بعد التخفيض أخدها بعد التخفيض بكام؟ بعد التخفيض خدها 160.
بعيد ده بعيد اهو. السعر قبل التخفيض، ما وقفتنيش في النص لو ركزنا شويه. السعر قبل التخفيض دي المجهوله من تحت الهدر فعل بكام؟ 80 من تحت بقى 100 في 160. صفر راح مع الصفر، فاضل كام صفر؟ فاضل صفرين، نزلوهم لو سمحتوا. 100 1 في 16 ب 16 على 8 فيها 2، يبقى السعر قبل التخفيض كان بكام؟ كان ب 200. كان ب 200 جنيه. مقياس رسم مين العلامه دي مفتوحه في مين؟ مفتوحه في الواحد. طالما مفتوحه في الواحد يبقى الواحد اكبر، يعني عايز اقول لك مقياس رسم اصغر من الواحد. انا مفتوحه في وش الواحد، مين الاكبر؟ الواحد. اصغر يعني واحد اكبر هو لو اصغر واحد بيدل على تصغير، يعني زي صوره صورتها او صوره صورتها جبنا المقياس الرسم بتاعها لقيناها اساسا لما جينا جبنا المقياس اصغر من الواحد الصحيح يبقى ضعنا لها تصغير. لا، انا جبت مقياس الرسم وعملت الصوره، لقيت لما جيت اعمل بينها وبين الحقيقه لقيتها اكبر من الواحد الصغير، لا تعمل لها ايه؟ تكبير. زي صوره واحد كده اهو، او مثلا انا هتصور خلاني كده اطور بالعربي، عملها تكبير. لما عملنا النسبه بين الصوره في الحقيقه والصوره في الرسم لقيناها اكبر من الواحد الصحيح، يبقى اعمل لها ايه؟ تكبير. لو جاب لي صوره مصغره زي اللي بنعملها دي في الفيديوهات، اسمع اعملها ايه؟ تصغير. نلاقيها اصغر من الواحد الصحيح لما عملنا مقياس الرسم اسمها ايه؟ بس اسمها تصغير. اذا كان مقياس رسم اصغر من الواحد الصحيح فيدل على ايه؟ على تصغير. هاتف محمول ثمنه 2000 جنيه وعليه خصم 20%، فثمنه بعد الخصم زي ما انا كسبت سعره قبل الخصم، سعره بعد الخصم، نسبة الخصم. سعره معلش حد يفكرني انت هتختار السعر او السعر قبل الخصم الى نسبة الخصم الى السعر بعد الخصم. السعر قبل الخصم كان عليه تخفيض 20%. 20 السعر قبل الخصم بكام؟ ب 100 طبعا. طب خصمنا بيجي بكام؟ ب 80. هو ثمنه 2000 جنيه، بثمنه قبل الخصم بكام؟ ب 2000 جنيه. هو عاوز ثمنه بعد الخصم. طب بعد ما نخصم هيبقى سعره كام؟ بس يا جماعه اهو هنا اللي عاوز اعمل ايه؟ اهو المجهوله دي هنا عن 3 على 7. انت ليه بس بتروحي عشان هما الاثنين الرقمين دول الموجودين عندي، راح اقول له ايه؟ السعر بعد الخصم. السعر بعد الخصم. اتفقنا؟ يبقى نضربه في علامه الاستفهام بيبقى تحت الترابيزه بينزل تحت في المقام. تحت الخصم بكام؟ 100%. وهنا فيه كام؟ 2000 في 80. يبقى 80% و20. صفرين راحوا مع صفرين، فضلوا كام صفر يا جماعه؟ فضلوا صفرين. 2 في 8 ب 16 على 1 16 جنيه. يبقى السعر بعد الخصم بكام؟ ب 1600 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويبقى كده احنا اللهم صل على سيدنا محمد خلصنا مراجعة الدرس الثاني. كده احنا خلصنا مراجعة الدرس الأول، خلصنا مراجعة الدرس الثاني. اللهم صل على سيدنا محمد. فاضل مراجعة الدرس الثالث. يلا كده بينا على الدرس الثالث. آخر درس في درس المجموعة. كده الدرس الثالث، خدنا الدرس الأول، الدرس الثاني، وهالدرس الثالث. يلا بينا. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كان إكس تنتمي إلى 4 و5 و6 فإنه لا يمكن أن تساوي نقطة. ثواني بس، أنا عندي إكس يعني يا إما 4 يا إما 5 يا إما 6. هي تنتمي للمجموعة دي أو هي تنتمي للعيلة دي، يعني هي أكيد واحدة منهم، يا إما تبقى 4 أو 5 أو 6. هو بيقول لا يمكن أن تساوي، يبقى أكيد مش واحدة منهم. يعني الستة هي مش 6، 3 مفيش 3 هنا اللي هو ده. بعدين بيقول لي إيه؟ 5 داخل المجموعة يا جماعة. كده 5 داخل المجموعة. إيه علاقتها مع المجموعة 3 و7 و5؟ لحظة، هي 5 موجودة هنا في المجموع، أي موجودة من نفس العيلة من نفس العيلة. لحظة، لو قال لي 5 بس كنت هقول تنتمي، بس دخل لي 5 داخل المجموعة هقول له إيه؟ جزئية. هي دي الحتة اللي أنا عاوزاها.
طب لحظة، لو قال لي هنا داخل مجموعة برضه 9، ايه علاقتها بالعيلة دي؟ مفيش 9 خالص هنا في العيلة، يبقى اقول له غير جزئية. طب يا مس لو اداني 9 من غير علامة المجموعة هقول له لا تنتمي. يبقى الرقم ما فيهوش علامة المجموعة اللي هو طريقة مجموعة السرد، طريقة السرد العصايتين دول، يبقى ايه؟ تنتمي او لا تنتمي. لا، لو في مجموعة يبقى جزئي او غير جزئي. إذا كانت 3 وإكس و1 بتساوي حاصل يعني اتحاد المجموعتين، مجموعة 3 و2 و1 اتحدت مع 2 و1 فاداني 3 وإكس و1، فإن قيمة إكس، لحظة بس، دي 3 و2 و1 اتحدوا. الاتحاد ده عشان أبقى عارفة بيلم الشم، يعني زي مس بيلم الشم، هنا في واحد هنا في واحد، خدي واحد مرة واحدة، طب هنا في 2 و2 خدي 2 مرة واحدة، طب في 3 خديها برضه. الاتحاد هات اللي عندك مع اللي عندي وخليهم مع بعض، بس لو الرقمين متكررين خدوا مرة واحدة، خدوا مرة واحدة. طب كده 1 و2 3، أنا عملت الاتحاد لوحدي علشان أدور على إكس. إكس بكام كده؟ إكس ب3، ب2 معلش، جبتها مس إزاي؟ ب2 إن يد الواحد قاعدة وهالثلاثة قاعدة، يبقى مين مش قاعدة؟ الاثنين. إذا كانت برضه نفس المسألة 7 و2 و4 ناتج اتحاد، يعني هي بتساوي اتحاد المجموعتين. طب تعالى نعمل الاتحاد ده المجموعتين مع بعض كده اهو. لا، ده المجموعتين 4 و2 و7، طلعت 4 و2 و7 و2 و4. طب هكتب الاثنين واكتب الاربعه، الاثنين قاعده هنا وقاعده هنا، خدها مره واحده، 4 هنا وهنا خدها مره واحده. طب يا مس ال7 قاعده هنا وهنا اكس زائد 1، بس لما عملنا اتحاد ما لقيناش طلع معايا غير مين؟ غير ال7، يبقى اكيد دي برضه كانت بكام؟ كانت ب7، يعني اكس زائد 1 كلها ب7، مش اكس ب7، هنا 7 وهنا اكس زائد 1. لما نزل في الاتحاد نزل 7، يبقى اكيد هنا دي 7 ودي كام؟ ودي قيمتها 7، يبقى كام زائد 1 يديني 7، اقول له 6، يبقى اكس ب6. المسائل النقليه والمسائل المهمه والمسائل التي لا يخرج منها امتحان، ومن احلى المسائل هي المجموعات. يعني يقول لي A بتساوي 1 و2 و3 و5 وB بتساوي 2 و4 و5 و6. اول حاجه اوجد A، بصل تحت دي اسمها تقاطع، بصل تحت اسمها تقاطع B، A تقاطع B. اروح اقول له A تقاطع B بتساوي A تقاطع B بتساوي. بصوا يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد، مين قاعد هنا وقاعد هنا؟ من الاثنين الله ينور، اللهم صل على سيدنا محمد. والخمسه، الثلاثه والاربعه مش متكررين ولا الست، يبقى اقول له 2 و5 تقاطعوا فيه. طب وايه وبي انا هقول له 2 ايه اتحاد بي، يعني ايه اتحاد؟ اتفقنا بينين الشمس، هات العيله مع بعض، ايه هنجيبها من تحت الجمله. انا عندي انا بحب ابدا من الصغير، وبرتب 1 وادي 2 موجوده هنا وهنا نزلها مره واحده، الثلاثه نزلها، الأربعة مش قاعدة في مكان واحد ننزلها برضه، طب الخمسة والست اللي بيتكرر مرتين بنزل مرة واحدة، يعني اتحاد كلمات اللي هنا واللي هنا مع بعض حطيته كله في مجموعة واحدة. طب تقاطع اللي قاعد هنا وقاعد هنا، يعني المتقاطعين مع بعض أو المشتركين مع بعض في نفس الأرقام. شكل فان ومن أحلى الأشكال برضه، الدرس الثالث سهل جدا يا جماعة. طب أنا بيقول لي إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. استعانة بالشكل المقام بطريقة السرد. ايه طريقة السرد دي؟ ايه؟ هي طريقة السرد بس؟ ايوه هي طريقة السرد. عاوز ايه؟ بص ادي ايه؟ شايف ايه؟ مش وراها. امشي ورا الدايرة بتاعتك، واقف عليها، شايف الدايرة بتاعتك اهو. الواحد تبعنا ومن عيلتنا، خد. والاثنين معانا والثلاثة معانا، طب بي الأهلي برضه الواحد معانا، هيبقى معانا، هو أصلا مشترك هنا وهنا. بس أنا هنزله برضه مع البي. 1 و4 و5. طب التقاطع مين اللي اشترك من هنا وهنا؟ الواحد. عرفنا ايه تقاطع؟ البصه اللي تحت يا جماعه اسمها تقاطع، والبصه اللي فوق بتقول يا رب يعني اتحاد دم الشام. طب اكس وواي برضه شكل فان، دور على اكس اهو اللي بينا كده، اللهم صل على سيدنا محمد، يلا اهو اهو الدايره بتاعتي، محدش يضحك علينا اهو، حط يدك عليها وما تشيلهاش وما تغلطش. بكام؟ ب5 و8 و7 و6، شاطرين. 5 6 عشان تبقوا شاطرين اكتر، 7 8 واي كمل، هو يضحك عليك، لف الدايره بتاعتك صح اهو يا مس، لازم الف لازم الف دي 8 و6 طلعت تبع العيلتين، ايوه هي دي ارقام مشتركه. اكتب 3 الاول و4 و6 و8
بكام؟ ب6 و8. احسب اتحاد واحد، قاعد هنا وقاعد هنا. 3 و4 ماشي. اتحاد بتوصل فوق بتقول يا رب، يعني ايه؟ تحت بنلم الشمع. 3 و4 افتكر بتقول يا رب، توصل فوق بتقول يا رب، يبقى هتكون ما عندك مع اللي عندي. حطوا مع بعض. 3 و4 5. مثل حطيش ليه الأول 6 و8، أنا بحب أرتب. بعدين 6 بعدين 7 بعدين 8. كده يا سنة أولى إعدادي خلصنا الوحدة الأولى، الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث، تعتبر دي مراجعة نهائية. تمام، ما فاضلش غير الدرس الرابع والدرس الخامس، والرابع هو جمع الأعداد الصحيحة. تمام، هينزل عليها شرط الأول مقارن، فكرة صغيرة في الشرط بحيث لما نجي نشرح الدرس نبقى فاهمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أتمنى يكون فهمتوا الدرس، ما تنساش دوس لايك، تعمل اشتراك. السلام عليكم.